نبدأ بقى كده بالصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين من حلقات قناة الخير. وما زالت إن شاء الله رب العالمين الحلقات متتالية إن شاء الله في كيفية تربية الفراخ البيضاء داخل البطاريات. وإن شاء الله رب العالمين ما زلت إن أنا ماشي في مرحلة التجويع. النهاردة اليوم ال11 بفضل الله. قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي تاني مرة. ولو كنت أول مرة تتفرج عليا في القناة أتمنى تشترك وتشرفني في القناة واللايك الجميل بتاعك، والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. بصوا يا أحباب، أنا طلعت إن شاء الله رب العالمين الساعة حوالي 9 الصبح، نظفت السبلة من قلب الإدراج، وبدأت إن أنا أحط لهم العلف، أزود العلف شوية لأن الجو لسه كويس، درجات الحرارة لسه ما بدأتش إن هي تعلى. وان شاء الله رب العالمين هبدا اشيل العلافات، لان انا حاططها بقالها حوالي يجي ساعتين، يعني الساعه دلوقتي 11 ونص 12 الا ربع. ان شاء الله رب العالمين هبدا بقى اشيل العلافات. وبعد ما اشيل العلافات هتبصوا كده حضراتكم ان شاء الله انا مجهز هنا. انا مجهز بيتادين وزيت النعناع اللي انا قلت لكم عليه حضرات اهو. بيتادين وزيت نعناع. حطيت هنا نقطتين زيت نعناع، واخدين بال حضراتكم. وان شاء الله رب العالمين انا البتادينها مع بعض اهوت ان شاء الله، عذرا يعني لان انا اللي بصور ومش مالك اهوت. ان شاء الله رب العالمين دي يا احباب بخاخه 2 لتر، بخاخه 2 لتر. الميه فيها ميه، يعني ميه من الحنفيه، مش مزود فيها تلج ولا حاط فيها اي حاجه. دي ان شاء الله رب العالمين يعني لما بلاقي الجو حر قوي بحط قطعة تلج من اللي هي قالب تلج من الصغير خالص اللي هي بتاع درج التلاجة. بصوا حضراتكم اهو، بسم الله اهو اهو اهو. بس كده، بس هو كده كمان اهو ان شاء الله. البتادين ما يضرش، زائد ان البتادين بفضل الله مطهر ما شاء الله، قاتل فيروسات. وانا بحب احطه على المية بزيت النعناع، وابدا ارش عليهم في الوقت اللي هو درجات الحرارة بتبقى عالية. خليكم معايا كده ثانية واحدة بس، اربط البخاخة واشيل العلف وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني يا اعزائي المشاهدين. وان شاء الله رب العالمين انا شلت العلافات اهوت من قدام الكتاكيت. الكتاكيت النهارده بفضل الله عمر 11 يوم. انا وصلت دلوقتي لساعة ونص، وحضراتكم ادى البخاخة اهيت. شايفين حضراتكم ديت فيها بيتادين وفيها زيت نعناع اهي، شايفين حضراتكم بالشكل ده. يعني انا هحاول اصور كل البخ كده بفضل الله، وشوف ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني هتشوف الكتكوت في الاخر هو بيعمل ايه، هتشوفوا هو شكله بيعمل ايه بفضل الله. هتلاقيه واقف قاعد يفرفر بريشه ومبسوط والدنيا كويسه، مع طبعا زي ما انتم سامعين كده حضراتكم الشفاط اللي في قلب المكان شغال. الشفاط شغال في المكان بيجدد الهواء اول باول، بيجدد الهواء اول باول. وانا يا احباب النهارده بفضل الله طلعت يا زي ما تقول ايه، لقيت زرق بني كده، بعض زرق بني كده خفيف بسيط. انا قمت جاي حاطط على الميه فلاجيل زي ما اتفقنا يا احباب. الفلاجيل ده بحط منه من 4 ل 5 سم على اللتر ميه، واخدين بال حضراتكم. فهوت ببدا ابخ عليهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادعوا لنا يا احباب ربنا يتم علينا الدوره بالخير يا رب. قولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب بارك للمال واصحابه، ويبارك لنا ويبارك لكم جميعا يا رب، اللهم امين. يعني يا احباب والله محبه في الله، يعني انا ما بخلش عليكم باي معلومه انا بعملها. يعني حضراتكم انا شغال في حدود الامكانيات المتاحه لدي، وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب اي حد. يعني اهوت بفضل الله اهو
اهو، وبرش حتى كمان على الارضيات اهوت. طبعا انا كده زيت النعناع مع البتادين، زيت النعناع ده موسع شعب وبيدي الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انت بتحس فرق جامد في ريحة المكان. المكان ريحته بسم الله تبارك الله، وده المطلوب يا احباب، ان دايما المكان يبقى الهواء متجدد فيه وريحته حلوة. واخدين بال حضراتكم يا احباب؟ بالشكل ده طول ما الكتكوت حاسس بنظافة انت هتحس فرق ومعدل تحويل بفضل الله كويس. يعني انت بتعمل اللي عليك وبتسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى. يعني بصوا يا احباب، انتوا هتلاقوا الفراخ يعني مبسوطة وبتجري بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها ديت، وفيه هدوء، وتلاقي الفرخ واخد راحته وما شاء الله. يعني ايه، هو يعني الجو معاه حلو، وده اللي احنا عاوزينه. واخدين بال حضراتكم؟ وما تلاقيش فيه لحلحة ولا فيه اي حاجة بفضل الله. وبالشكل ده انت بتقضي على التنفسي خالص، وبتقضي على اي امراض مش كويسة، وبتتوكل على الله. يعني زي ما قلت يا احباب، انا برنامج التجويع انا مستمر فيه بقالي دلوقتي حوالي يجي يومين. النهارده اليوم الثالث بفضل الله، فوصلت دلوقتي لقرب الساعتين. وما تقلقش، لان طول ما الكتكوت بياكل وفصلته ملانه طول الليل جوع وما تقلقش. ليه؟ انت بالتجويع ده بتوصل الكتكوت ان مصرانه دايما نظيف ومعدته قابله لاي اكل. انما انت حاطس الاكل على طول اول باول قدام الكتكوت، فالكتكوت نفسه مصدوده زي البني ادم كده، قدامك الاكل ليل ونهار، هتزهد الاكل ده وهتنفره، مش هترتاح له. انما لما تجوع هتلاقي فيه شوقه للاكل، وهتلاقي فيه نهم على الاكل، وهتلاقي الكتكوت داخل بياكل بشهيه كويسه، وده اللي احنا عاوزينه. فبالتالي لما هياكل هيديلك معدل تحويل كويس، ده الطبيعي. طول ما بتصوم الكتكوت، طول ما الكتكوت دايما على طول مندفع على الاكل وفي شراهه على الاكل، وبالتالي في معدل تحويل كويس بفضل الله. يعني ده اللي انا بعمله، واتمنى انكم تعملوا الموضوع دوت، هتشوفوا خير بفضل الله والله. وطبعا اتمنى انكم تدعوا لي بظهر الغيب لوجه الله، زي ما انا بدعي لكم ربنا يوفقكم ويستركم ويرزقكم ويوسع عليكم ويوسع علينا جميعا يا رب العالمين، واحنا كلنا بنرزق بفضل الله. فيا احباب، تربية الكتاكيت البيضة محتاجة بس شوية يعني ايه اهتمام بسيط منك. النظافة، عامل النظافة وعامل التهوية والحفاظ على درجة الحرارة في المكان، زائد دايما على طول الهواء متجدد في المكان. طول ما الهواء متجدد في المكان انت ربنا هيبارك لك وهيصلح الحال والدنيا هتمشي معاك. فيا احباب، انا دايما على طول بعمل فيديو يعني مثلا كبيره حوالي 10 دقايق 11 دقيقة، يعني ما بكترش. يعني اتمنى يا رب ال 11 دقيقة ديت تكون وافية وكافية انك انت ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالمعلومات ديت، لان انا ما ببقاش لاقي معلومات اكتر من كده والله يا احباب، لان هو دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. انا اتكلم في الفاضي كتير ليه، واقول كلام اللي انا اقوله ازيده واقوله ازيده ليه؟ انما هي دي الحقيقة والله يا احباب. شوية اهتمامات فقط منك وتلاقي الدنيا ماشية معاك وتمام بفضل الله. هو ده. جوع، خد بالك من الزرق بتاعهم، حافظ على نظافة المكان دايما، وسيب الباقي كله على الله رب العالمين. وخدوا بالكم يا احباب، احيانا لما بلاقي درجات الحرارة بتبقى عالية الصبح، انا من بعد صلاة الفجر بفضل الله بقوم جاي طالع حاطط فيتامين سي في قلب المية. فيتامين سي في قلب المية دايما على طول بحطه بعد صلاة الفجر. فانا عامة بحط
فيتامين سي اللي هو اسمه سيفامول، اقراص بشريه، سيفامول بشري. السيفامول البشري ده يا احباب ممتاز 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 بفضل الله. وفي اكياس بيطري فيتامين سي برضه، واخدين بال حضراتكم يا احباب؟ بس انا بحب السيفامول. انا بحط قرص على ال2 لتر ميه. شوف بقى قيسها على عدد الفراخ اللي عندك وبيشربوا قد ايه في اليوم، وتوكل على الله. حط قرص سيفامول بشري على ال2 لتر. ممتاز ممتاز ممتاز. بفضل حاطه لغايه حوالي الساعه 11 او 12، وابدا احط اي رافع مناعه. اي رافع مناعه. انا عن نفسي بحط حاجه اسمها اوميولنت شراب. اوميولنت شراب 12 ساعه تانيين. يعني بدات بالسيفامول من بعد الفجر لغايه الساعه 12، وبعدين بدات ان انا احط اوميولنت شراب. بردك الاوميولنت شراب من 4 ل 5 سنتي على الميه، وسيب الباقي بقى كله على الله. فربنا يا رب يوفقكم ويوفقنا جميعا يا رب العالمين. كنت سعيد بالوقت اللي بقضيه معاكم، واتمنى دايما تشاركوني القناه، وسعيد بالاخوه المشتركين اللي نوروني وجزاهم الله كل خير. واتمنى لكم التوفيق والهنا والخير في حياتكم. كان معاكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين غدا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.